للاسف انشيلوتي خلى الدنيا كلها بلاك كده، يعني خلى الجماهير كده ما عندهاش ثقه نهائيا. يعني ده انت عندك نجوم عالم، يعني المفروض ان عندك انت نجوم عالم، يعني بدايه من مبابي، فينيسيوس، رودريجو، الناس دي كلها، العظيم مودريتش، الناس دي كلها نيمتها في البلوزه ليه؟ يخرب بيت سنينك انشيلوتي، ايه اللي انت عملته في اللعيبه دي؟ ايه اللي الا غير انك انت بس كل شويه تعمل فيهم كده؟ طب ايه يعني ما فيش حاجه ما فيش فكر هنا؟ ما تفكرش يعني؟ بتكلم الولاد كده بعينك كده، لما هتطير كده عينك منك كده، لما بعد كده هتلاقيها طايره عينك. يعني بتكلم الولاد بايه؟ امال انت بتعمل ايه؟ وظيفتك ايه انت في الملعب؟ ولا والمشكله انك انت المباراه اللي جايه هتقابل مين؟ اتلتيكو مدريد دوري ابطال. وبعدين اتلتيكو مدريد دي مين سيموني، يعني دون بيلعب بالبيضه والحجر، يطمعك في المباراه يطمعك في المباراه، في الاخر تلاقيه هوب لبك 1-0 او 2-0، لان سيموني ما عندوش وقت. سيموني ده بيعمل خطه بنت لذينه، بيعمل خطه ان الولاد لازم يطلعوا بالمباراه بنتيجه ايجابيه، سوى تعادل بقى سوى فوز بقى. انما مع وضعك الحالي انشيلوتي، الله يخرب بيت عقلك بعينك دي اللي هتطير منك في يوم من الايام كده، مش عارف تظبط اللعيبه خالص، مش عارف تحتوي اللعيبه، مش عارف تركز في تكتيك معين يعمله اللاعب يجيب منه هدف، لا سايب اللعيبه بنجوميتها تقتل في المباراه. يا اخي شوف الواد فيليب بيعمل ايه مع برشلونه يا جدع، شوف فيليب بيعمل ايه مع برشلونه، مخلي الولاد زي الشطرنج، الولاد كلهم في برشلونه زي الشطرنج، بدايه من الواد كاسيدا دون اللي هو بقى خط السنتر لبرشلونه كلها بقى، هو دون خط السنتر. انت عندك حد زي كده عارف تعمل لاعب زي كده؟ مش عارف تعمل لاعب زي كده، لان الولاد نجوميتهم زادت عليك، وانت المفروض ما تكملش في برشلونه، في انشيلوتي ما تكملش في ريال مدريد تاني، لا 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 لا. الواد فيليب يعني بصراحه كلك، ويوم هتقابل سيموني في دوري الابطال برضك هياكلك. فاسلم حل انشيلوتي انك انت تشوف لك بلد كده تكون طابخه كده، ما تقعدش كده وخلاص كده، لا شوف لك بلد طابخه، لانك انت سيموني كده جبت لنا الجرس وجبت لنا العار، يا عره جبت لنا الجرس فعلا يعني، وربنا مش عارف تعمل تكتيك معين او خطه معينه، كل الحوارات اللي بتعملها هي بس عينك وخلاص على كده. لا طب فهموا ايه؟ ما خدوا خلاص عليها القصه بتاعت عينك دي، لما هتطرشق ان شاء الله منك باذن الله، انما ما فيش تكتيك خلاص. انشيلوتي بقى فارغ، ما عندهوش جديد، ما عندهوش تكتيك، ما عندهوش ازاي يسلم الولاد الكرة، يسلم ويستلم مع بعض، مفيش خطه، لا مفيش خطه، مفيش احتواء للعيبه. تلاقي ان هو كده مش حاسس بقيمه ريال مدريد، بقيمه القميص المدريدي، هو كده حاسس بان ايه، العنتريه الايطاليه في الملعب وخلاص، ما العنتريه الايطاليه مش جايبه معاك خلاص، يبقى ترجع لارض الواقع يا باشا وتشوف اللعيبه دي مقصره في ايه، وتدربها على تدريب معين، وتكلم العيال دي. انا شايف فينيسيوس لابس له حلق ايه، الله يخرب بيتك وبيت الحلقان واللي حالي لشعره ايه يا عم الحاج، شوف اللعيبه دي اتكلم معاها، ما ينفعش الحال دون، ما ينفعش الوضع دون، وضع لعيبه ريال مدريد حاليا ما يسرش. ليه؟ عشان خاطر المدير الفني ما يسرش، المدير الفني وضعه بقى حاجه زفت في التدريب، في الخطه، في التكتيك، في كل حاجه. لا لعيبه برشلونه ملتزمه بواجباتها مع فيليب المدير الفني لبرشلونه. انا بقول لك كل ما هتشوف مباراه لبرشلونه انشيلوتي هتلاقي عينيك هتطير منك كده، لما هتطير منك، لان اللعيبه حافظه مكانها فين بالظبط، او فيليب محفظ اللعيبه مكانها فين بالظبط، والولاد بينفذوا، وده معظمهم ولاد صغيرين يعني ما يتعدوش ال 20 سنه و21 سنه. برشلونه عامله العمايل شفناها مع سويسداد، قامت عليهم 4 مع الرأفة، 4 ما بتغيرش يا انشيلوتي، ما بتغيرش من الحاجات دي، ما بتغيرش لما بتشوف برشلونة بتعمل ايه، ما بتغيرش، الله يخرب بيت عقلك يا عرة.